كل عقلك انه انا ما رح جيبك؟ انا ايدي بتطلق وين ما كان، وبقدر اوصل لك بالوقت اللي بدي اياه. امي فين يا وشمي؟ في امان. بس انا قلبي ما طوعني انه تشوف ابنها الوحيد وهو عم يتصفى. يتصفى؟ في بلدنا يا وشمي بيقولوا اللي بيتكلم ما بيعملش، وانت بتتكلم كتير. يعني انت من كل عقلك انه اتركك تاخذ المصاري وتظهر برات لبنان، الحقك على المطار وقول لك مع السلامه يا صديقي، تبقى لما توصل كلمني؟ انت مالك؟ فلوسي انا حر فيها. عمري طلبت منك حاجه؟ لو ما انا فتحت لك مجال وفتحت لك سوق ما كنت عملت ربع اللي عملته. ليك الامور كتير بسيطه. انا بدي نسبه، ورح كون كثير كريم معك. ما رح ياخذ 50%، 40%. مشكلتك يا وشمي انك بتحلم احلام اكبر من حجمك. مش هيحصل. يبقى انت اللي اخترت يعني. المصاري كلها ببيروت، ما طلعتش بره. بيروت؟ يعني بدك تقنعني انك انت جيت لهون وتركت المصاري ببيروت؟ كيف بدي صدقك؟ عايز تصدق صدق، مش عايز تصدق انت حر. وعلى فكره لو صفتني مش هتطول حاجه. واذا ما صفيتك؟ برضه مش هتطول اي حاجه. حلوه صح؟ حلوه. مش ده السبب الوحيد اللي مش هيخليك تقتلني. في رجال كتير معهم سلاح. مين هول؟ مش قلت لك اللي بيتكلم كتير ما بيعملش؟ انا بقى ما اتكلمتش. تحب اعمل؟ هلا اذا انت مفكر انه انا رح اظهر من هون من دون ما اخذ نسبتي بتكون كثير غلطان. انا ممكن اديك نسبتك، بس هتنفذ اللي انا هقوله وبالحرف. اول حاجه تفكني. امي فين يا وشمي؟ طحت مع رجالي. ناصر ابيض يا حاوي، الحاجه معانا وفي امان. عرفت ان في رجاله جولك من طرف نديم اخويا ينخربوا ورايا، ورجالتك اديلهم معلومات. طرطيش كلام مش اكتر. انا بقى عايز الاكتر. ما فهمت عليك. هتقول للنديم تاني وتالت ورابع، بس مش هتوصل له غير اللي انا هقول لك عليه وبس. وانا رح استفيد من الموضوع. في الحالة دي ممكن افكر ادي لك نسبتك وازودها لك شوية كمان. ديل؟ دان ديل. في ايه؟ طلع عنده كانسر فعلا. المعلومة اللي عندي بتقول ان هو فضل اكتر من 6 شهور يلف على دكاترة عشان خاطر يلحق نفسه، بس كان خلاص الورم متمكن منه وقرب يودع. انت متاكد من الكلام ده؟ التقارير كلها قدام حضرتك اهي. وبعدين الراجل بتاع في بيروت مفيش دبة نملة ما يعرفهاش. هو كمان اللي اكد لي ان هو قبل ما يرجع كان على الحديدة. وصحيح يطيق العمى ولا يطيق راغب. حلو قوي. روح شوف شغلك. بعد اذنك. الأستاذ عايز حضرتك. شكرا. خير يا نديم؟ انا جيت لك النهارده عشان قررت ابطل اكرهك يا راغب. والله بطلت تكرهني، وانا المفروض بقى ازعل انك اول مره بتقول لي في وشي انك بتكرهني، ولا افرح عشان هتبطل تكرهني؟ انا عرفت من موسى انت رجعت ليه. قلت لي يعني انت قررت انك تبطل تكرهني لما عرفت من موسى ان انا خلاص هموت.
طب افرض ان انا كنت بضحك عليكم وان انا سليم ومش هموت، هتعمل ايه ساعتها؟ هترجع تكرهني تاني ولا؟ لا انا حاسس انك هتموت، وادعي ربنا انك تطلع عيان فعلا. لا حول ولا قوة الا بالله. اللي عندي ملوش علاج وهترتاح مني قريب. لو انا عايز اخلص منك كنت سلمتك للناس اللي من ساعه ما رجعت وهم عايزين ياخدوا روحك قبل الكانسر. عادي، هتيجي من هنا هتيجي من هناك، هي موتة مش فارقة. لا فارقه يا راغب. لو عايز تموت وسطنا فعلا يبقى تموت في هدوء من غير ما تلطنا في مشاكلك وحواراتك. ما تقلقش يا اخويا، ما تقلقش، انا مش جاي في اذى. بعدين ايه الفندق الزباله اللي انت عايش فيه ده؟ وديت فين فلوسك اللي خدتها قبل ما تسافر؟ خسرتها كلها بالكامل يا نديم، وقاعد في الفندق الزبالة ده بالعافية. وما تقلقش، مش عايز منكم حاجة. لا ما تقلقش انت، حتى لو عايز مش هتاخد حاجه عشان فلوس نديم وموسى الراعي لنديم وموسى الراعي. وبعدين هتعمل ايه بالفلوس؟ هنبقى نوزعها على روحك رحمه ونور. موت انت ما تشغلش بالك.